بص يا صديقي، خلينا نحكيها بهدوء كده ونربط الخيوط ببعض علشان الصورة تبقى واضحة قدامك من غير دوشة. اللي بيحصل دلوقتي إن دونالد ترامب بيظهر قدام العالم إنه رايح ناحية التفاوض مع إيران، وبيتكلم عن مهلة وضغوط سياسية، لكن في نفس الوقت على الأرض في تحركات تانية خالص بتتجه لتصعيد أكبر ممكن يوصل لعملية عسكرية مباشرة. وده اللي خلى المشهد كله يبقى فيه تناقض واضح بين الكلام اللي بيتقال والتصرفات اللي بتحصل. القصة بدأت بتقرير مهم نشرته NBC نيوز. التقرير ده نقل عن مصادر جوه البنتاجون إن الصورة اللي واصلة لترامب عن الحرب مش كاملة، وإن اللي بيتعرض عليه بشكل يومي عبارة عن ملخصات سريعة فيها الضربات الأمريكية الناجحة بس، من غير ما يتعرض عليه الخسائر أو الردود الإيرانية، وده ممكن يخلق عنده إحساس إنه متفوق بشكل كامل. وفي المقابل على الأرض في مؤشرات تانية خالص. إيران أعلنت إنها استهدفت قطع عسكرية أمريكية في البحر، ومن ضمنها حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، وقالت إنها أجبرتها على التراجع. وكمان اتكلمت عن استهداف طائرات مقاتلة، في حين إن الجانب الأمريكي بيقلل أو بينفي الحاجات دي، وده بيخلي الحقيقة في النص ومش واضحة بشكل كامل لأي حد بيتابع. النقطة المهمة بقى إن وسط الكلام عن التفاوض ظهرت تقارير تانية زي اللي نشرته ذا واشنطن بوست بتقول إن في أوامر اتحطت لتجهيز قوات نخبة أمريكية زي المظليين والقوات الخاصة للتحرك ناحية الشرق الأوسط، وده معناه إن في سيناريو غزو بري بيتحضر تحديدا للجزر الإيرانية المهمة اللي بتتحكم في جزء كبير من حركة النفط. على الناحية التانية إيران مش قاعدة تتفرج، هي أعلنت بشكل واضح إنها مش هتقبل أي تفاوض تحت ضغط، وإن أي تحرك عسكري هيقابله رد قوي. وده ظهر في تصريحات لمسؤولين إيرانيين أكدوا إنهم مستعدين لأي سيناريو، بل وهددوا بضرب أهداف حساسة لو حصل تصعيد. كمان دخلت أطراف تانية في المشهد زي روسيا اللي حذرت من إن التصعيد بالشكل ده ممكن يخرج عن السيطرة، وده اللي قالته ماريا زخاروفا لما وصفت التحركات دي إنها ممكن تؤدي لكارثة كبيرة لو استمرت. ومن التصريحات المهمة كمان كلام عباس عرقجي اللي وضح إن مفيش مفاوضات مباشرة أصلاً، وإن اللي بيحصل مجرد رسائل غير مباشرة، واعتبر إن كلام أمريكا عن التفاوض جاي بعد ما فشلت في فرض شروطها، وده بيدل إن كل طرف شايف نفسه في موقف قوة. وفي نفس السياق خرج محمد باقر قليباف بتصريح أخطر شوية، قال فيه إن عندهم معلومات عن خطة لغزو جزر إيرانية، وإن في دولة إقليمية مشاركة في الترتيبات دي، وهدد بشكل مباشر إن أي دولة هتتدخل هتكون أهدافها الحيوية في مرمى الرد الإيراني. الخلاصة يا صديقي إننا قدام مشهد معقد جدا، في تفاوض على السطح لكن تحته تجهيزات عسكرية كبيرة، وكل طرف بيحاول يفرض قوته قبل ما يقعد على أي طاولة. وده معناه إن الأيام الجاية ممكن تكون حاسمة، يا إما تهدئة بشروط جديدة، يا إما تصعيد أكبر محدش عارف هيوصل لفين.